حقيقة مذهلة تكشف أسرار الرزق في القرآن الكريم. انتبه معي أخي الحبيب، أنا قرأت القرآن كاملا ووجدت أن الرزق ذكر 123 مرة في القرآن، 123 مرة. انتبه معي، جميعها لم ترتبط بالعمل أو الجهد أو الذكاء أو كثرة السعي أبدا، كلها ارتبطت بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبالتقوى. هل تصدق هذا؟ سأعطيك بعض الآيات. عندما تحدث الله عن بسط الرزق ماذا قال؟ الله يبسط الرزق، لم يقل فلان أو فلان. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ورزق ربك خير وأبقى. إذن الرزق هو لمن؟ لله، وليس لفلان أو فلان. كل هذه الآيات تعطيك تفاؤل على فكرة. وترزق من تشاء بغير حساب. من الذي يشاء؟ هو الله، وليس مدير الشركة أو صاحب العمل. الله يصدر الأمر من فوق، وهذا الإنسان الذي أمامك هو سبب ينفذ فقط. كلما دخل عليها زكريا المحراب، السيدة مريم عليه السلام، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن من؟ الله. انظر معي، كل الرزق في القرآن ارتبط بالله عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لم يقل في الأرض، لم يقل عند فلان. فابتغوا